قصتنا اليوم عن المطرب محمد فؤاد. أين هو من السينما العربية؟ أكثر أبناء جيله حضور وكاريزما وخفة دم على الشاشة. أين هو من السينما العربية؟ وفي خبر عن عودته إلى السينما، وهل هذا صحيح؟ قال محمد فؤاد عن استعداده للعودة مجددا إلى السينما من خلال فيلم جديد يتم تصويره في أمريكا. وقال فؤاد في تصريح خاص إنه يستعد خلال هذه الفترة لتصوير أحدث أفلامه في أمريكا، وهو الفيلم الذي يشهد عودته إلى السينما مجددا بعد غياب طويل. وعن تفاصيل الفيلم، رفض فؤاد الكشف عن تفاصيله، مؤكدا أنه سوف يكون مفاجأة لجمهوره. محمد فؤاد إحدى النجوم الذين يمتلكون موهبة كبيرة ولهم بصمة في الموسيقى والغناء، وقد لقبه الجمهور من قبل بابن البلد نظرا لخفة دمه وقبوله، خاصة في نجاحه عندما قدم فيلم إسماعيلية رايح جاي. كما أنه يحرص دائما على أن يتواجد وسط جمهوره دون أي تكبر أو تجاهل لماضيه أو أصله. فمن فترة إلى أخرى يحرص فؤاد على زيارة بيته القديم في منطقة عين شمس. أحب الغناء في مرحلة مبكرة من حياته، فقد كان مشهورا بين جميع أصدقائه بحبه للغناء لمطربين مصريين وأجانب. وفي حفلة للفرقة 4M سنة 1982 بنادي الشمس الرياضي، وبعد انتهاء الحفل أخذ محمد فؤاد إحدى أصدقائه مغادرة النادي، وإذ بسيارة عزة أبو عوف تتوقف لتسألهم عن بوابة الخروج من النادي. فمن كان من شقيق محمد فؤاد وصديقه إلى أن قال لعزة أبو عوف وفي نفس الوقت بسرعة: إن صوت محمد صوته حلو أوي يا دكتور، ياريت تسمعه. وأعطاه الفنان عزت رقمه، وبالفعل انضم محمد فؤاد لفرقة الفور ام، وقدموا معا أغاني مثل سلطان زماني وأغنية متغربين، قبل أن ينفصل عنهم عام 1983 ويقدم أول ألبوماته المنفصلة في السكة، الذي نجح لحداثة لونه الغنائي على الآذان المصرية. ومن ألبوماته الناجحة من خلال مشواره الغنائي الطويل ألبوم مشينا وحيران والحب الحقيقي. والسؤال الذي أطرحه أنا رندا صالح: أين هو محمد فؤاد من السينما؟ لك أن تتخيل عزيزي المشاهد أفلام محمد فؤاد في السينما ونجاحها المنقطع النظير. بدأ محمد فؤاد في السينما بدوره في فيلم القلب ما يعشق عام 1991 بعد 8 سنوات تقريبا من انطلاق ألبومه الأول. عام 1993 و 1994 قدم مع المخرج خيري بشارة فيلمين متتاليين، وهما أمريكا شيكابيكا وإشارة مرور. وعام 1995 قدم مع المخرج الكبير محمد خان فيلم يوم حار جدا. ولكن عام 1997 كان عاما فارقا في مسيرته بفيلم إسماعيلية رايح جاي. عن فكرته والذي يستوحي تفاصيلها من حياته الشخصية، مثل وفاة شقيقه الأكبر وتعرفه على عزة أبو عوف وقصة صعوده، نجح الفيلم نجاحا مذهلا في شباك التذاكر المصري لم يكن أحد آنذاك يتوقعه. وأصبح الفيلم الأول الذي يحقق إيرادات مليونية غير مسبقة ب5 ملايين من الدولارات، 28 مليون جنيه مصري، بشكل كان مفاجئ لفيلم كوميدي شبابي ينزل في وسط أفلام نجوم الصف الأول في التمثيل. وأصبح نقلة جذرية في مستوى الإيرادات.
وظلت السينما ثابتة عليه بعدها لفترة طويلة، وبعد ذلك قدم أفلام رحلة حب 2001، وفيلم هو في إيه 2002، وفيلم غاوي حب عام 2005. ونأمل النجاح الكبير لفيلمه الجديد قلبي في نيويورك أن يلقي النجاح الذي شهدته أفلامه السابقة.